النجم أحمد عز في الآسة في وكالة ناسا. أنا كنت ماشي في حالي ومركز مع كوكب عالي، والحجر ده فجأة جالي، هنكت بلمت تنحت وانا قلت خلاص مش اشكالية، انا هدرس طبيعته الصخرية وهي حتى تكون خدمة وطنية، وشطحت سرحت فارتحت. الآسة في وكالة ناسا، الآسة في وكالة ناسا. بطولة النجم صلاح عبد الله، إيمان العاصي، سعيد طرابيك، عايدة رياض، محمود البزاوي، نادين سبع، وطارق الإبياري. نفسي بس العالم كله ده يفهمني ويقدرني، بدل ما كل الناس بتحاول ده يقطمني ودي تخسرني. نفسي بس العالم كله ده يفهمني ويقدرني، بدل ما كل الناس بتحاول ده يقطمني ودي تخسرني. تأليف محمود البزاوي، أغاني رشا البنا، ألحان هاني النبيل، توزيع خالد نبيل، إنتاج رايت ماركتينج. أيوة أنا اسمي حسن الآسة، وصلت بيك وكالة ناسا، مع إني قابلتني غلاسة، فرحت ونجحت وفلحت. أيوة أنا اسمي حسن الآسة، وصلت بيك وكالة ناسا، مع إني قابلتني غلاسة، فرحت ونجحت وفلحت. أنا كنت ماشي في حالي، ماشي في حالي، ماشي في حالي. الآسة في وكالة ناسا، الآسة في وكالة ناسا. الآسة في وكالة ناسا، إخراج عبد المقصود محمد. نقول مبروك قبل ما نخطي عتبة الفيلا، ولا هتقفلوا في وشنا الباب قبل ما تفتحوه؟ حضرتك مين؟ جلال حسين القاسة، ودي منيرة الحيسي المدام بتاعتي. هي اسمها غريب شوية بس معلش يعني شغال برضه. ده بقى حسن القاسة اخويا الصغير العريس ان شاء الله. ايه اللي انت بتقوله ده يا جلال؟ الله، بجيب له من الاخر عشان لو عنده اول يقوله. مش هو ده فصيح؟ امال مين سعادتك؟ فرد امن. طيب يا سي فرد امن، ايه بتبصلي كده ليه؟ ها بتبصلي كده ليه يا سي حسن؟ لا ولا حاجة، بس واضح يعني ان في حالة من سوء التقدير. ادينا ما خسرناش حاجة، وهو على الاقل امنا نفسنا. لو انت الصادق فضحنا نفسنا، وبدأت اتوتر وكأني حجر متصدع. ليه بتقول كده بس؟ عشان الانسان الحسيس هو اللي بيعرف يقول ايه لمين وفين. اي فلسفتك دي هي اللي هتجيبك ورا يا ابني. اعتبر اللي حصل مع فرد الامن ده مجرد بروفة للي هيحصل. هو انت عاوز تقول نفس اللي قلته ده ليوسف الجيار؟ بالشكل ده طرفين المعادلة مش متوافقين. وقولوا ليوسف شعبان ذات نفسه ممكن مالكش دعوة انت خالص. يعني توحلني وتقولي ماليش دعوة؟ بس انت كبر كده وسيبنا انا اتصرف يا ابو علي. ما هو لو هتتصرف بالشكل ده غالبا هيحصل خلل في البنية الأساسية للقضية اللي احنا جايين عشانها. قول لي، انت اتجوزت قبل كده؟ ايه اللطافة دي؟ لا طبعا. يبقى خلاص يا اخي، اخوك بقى له تجربة سابقة، وما كانتش مع بيه زي الجيار باشا، لا دي كانت مع عمك ابو السعود الحيسي سواق هيئة النقل العام. اتفضلوا، البيه في انتظاركم في الصالون. صالون؟ امال احنا فين دلوقتي؟ اسكتي. احنا في استراحة الأمن يا منيرة. ولما دي استراحة الأمن يبقى الصالون شكله ايه؟ ايه رأيك في الكوليه ده يا سارة؟ واو يجنن، بس ده شكله جديد، انا عمري ما شفته عليكي قبل كده. ماما بعتتهولي امبارح من باريس. انتي قلت لها؟ طبعا. طب ما دام قلت لها بقى ما تستنوها لغايه لما تيجي. لا لما تيجي هيبقى فيه ترتيب تاني خالص. ايه هو بقى الترتيب ده؟ هنزور حسن في بيته. طيب انا اسفه يا فريده، ازازه البارفان اتكسرت. ولا يهمك يا سارة، ويلا بقى انزلي دلوقتي شوفي ايه اللي بيحصل تحت لحد ما انا انزلك. طيب؟ لا مش طيب، رجلي على رجلك. ايه مالك يا فريده، وشك احمر كده ليه؟ مش عارفة، بس انا بقى عارفة. وهي عارفة ايه بقى يا سي القاسة؟ قول لسعادتك. انا بسأل صاحب الشأن. اللي هو مين سعادتك؟ حضرتك. مش حضرتك اللي بتقول ان فريدة بنتي عارفة كل حاجة؟ انا بقى عاوز اعرف هي عارفة ايه؟ هي عارفة ان يعني جاية تقدم لها، وافتكر ان دي قضية منطقية. يعني ايه؟ يعني هو جاي يقابل حضرتك من باب انه يعني تحصيل حاصل. اسكت انت بس يا جلال. صح. انا هقول لسعادتك، هقول لسعادتك ومنتهى الصراحة. يا ريت.
اولا انا ما بحبش فريده لدرجه اني اتسرع واجي اتقدم لها واتجوزها. تتسرع وتيجي تتجوزها؟ يعني ايه؟ انا مش فاهم. هو له معنى تاني يا باشا؟ يا نهار ابوك انت واخوك اسود. الآسة في وكالة ناسا. الآسة في وكالة ناسا. احنا غلطنا في حاجه ولا حاجه؟ ايه اللي بينك وبين بنتي يخليك تقول كده؟ انت اتكلم. هو انا قلت حاجه غلط ولا ايه؟ شكلها كده المعادله مش هتلفق. وايه بقى اللي يطمعك ويجرأك عشان تيجي وتتقدم لبنت اسيادك؟ ايه اللي بينك وبين بنتي؟ ايه؟ لا 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 والله العظيم ولا حاجه، انا كل الحكايه بس اني طمعان مش اكتر. ايوه فهمت دلوقتي، طمعان. ايوه، وافتكر ان دي مساله بديهيه. وبتقول كده في وشي وبصراحه؟ ما انا بصراحه مش عاوز ابتدي حياتي معاكم بالكذب، تختل المعادله. معانا اللي هم مين معانا دول؟ مراتي وحمايه. لا انت الظاهر عليك مجنون. وبصراحه كمان انا جاي عاوز حضرتك تساعدني. ها قلت ايه سعادتك يا باشا؟ لا ده انتوا صحيح انتوا الاتنين مجانين مش طبيعيين. هو الواحد يبقى اتجنن لو قرر يتجوز؟ يروح يتجوز بعيد عني وعن بنتي، ولما تحب حضرتك بقى تطمع يبقى لازم تطمع على قدك. يلا من بيتي في 60 داهية، يلا. اي هي حصلت بالشلوت. ايه رايحه فين يا فريده؟ اعرف بابا طردهم ليه. طب اهدي بس، اعرفي الاول ايه اللي حصل. ما انتي مش عاوزه تقولي لي حاجه، يبقى انزل انا واعرف بنفسي. طب اهدي بس، اهدي واستني لما بابا يهدى هو كمان، لانه واضح انه عصبي جدا، وانتي كلامك معاه ممكن يوتر الدنيا. ما انا لازم اعرف ايه اللي حصل. عاوزة تعرفي ايه اللي حصل؟ يا بابا انا ما تردي، سكتي ليه؟ ممكن اعرف حضرتك طردتهم ليه؟ ابقي اسأليه بنفسك، انما اللي انا عايز اعرفه في ايه بينك وبين اللي اسمه القاسة ده؟ بحبه. وهو ما بيحبكيش؟ وعرفت منين ان هو ما بيحبنيش؟ هو قالها لي صريحة كده. قالك ايه؟ قال ان انا مش جاي اتجوز بنتك علشان بحبها. امال جاي ليه؟ عشان طمعان. انا ممكن اشك في اي حد في الدنيا يتقدم لي انه طمعان الا حسن قلقاسه. انا مش عايز اسمع اسم قلقاسة ده خالص على لسانك، فهماني؟ والا قسما عظما ابعتك تقضي بقية حياتك في فرنسا عند امك. ها طمني، اخبار المود ايه؟ مود مين؟ مودك انت. مودي انا؟ يعني ايه بالظبط؟ يعني حالتك الشعريه. حالتي الشعريه ازاي يعني؟ حالتي الشعريه مفلفله. هقول لك ايه، انا حاسس ان الكلام ده كبير قوي. يعني كتبت حاجه جديده؟ احنا بنتكلم بخصوص الكتاب. فهمت. بحاول يا مهره، ومشدود ومتوتر وكأن الكفريه فاصل باور. والباور ده يتظبط ازاي؟ كفايه عليا قوي اني اسمع صوتك، وده لوحده كفايه. ده صوتك ده بيغير لي حياتي يا مهره. كلامك كله ينفع يتلحن ويتغنى ويتعمل 1000 ألبوم وألبوم، ويجنن شباب اليوم ويغير فكرتهم عني. وانت شايفه ان انا اللي ممكن اغير فكره الشباب عنك؟ بكلامك بس بليز ما تتأخرش عليا أكتر من كده. اوكي. الآسة في وكالة ناسا. الآسة في وكالة ناسا. ويا ترى الكوكب التاني ده بقى هتعيش فيه لوحدك؟ ظاهر يا جلال اني فعلا عايش بعيد عن الواقع، وان مفيش لينك بيني وبين الناس، مش عارف اتعامل معاهم ازاي. زي ما بيعاملوك عاملهم. طب فهمني ازاي؟ اقول لك، اكذب زي ما بيكذبوا، نافق زي ما بينافقوا. لو ما عرفتش تاخد حقك وجات لك فرصة انك تسرقه يبقى تسرقه. نفذ كل اللي في دماغك واقنع كل الناس انك بتنفذ اللي هم عاوزينه. اسمعني كويس، اضحك في وش اللي انت مش طايقه. امشي على الارض وحسسهم انك ماشي على حبال. لازم يحسوا انك بهلوان خفيف ولطيف وظريف. فهمني يا ابو علي؟ ما انا يا جلال ما عنديش مساحة في دماغي لكل اللي انت بتقوله ده. وشاغل المساحات التانية في ايه بقى ان شاء الله؟ ما انت عارف الطبيعة الصخرية لسطح كوكب المريخ. يوه، تاني هتقول لي الطبيعة الصخرية لكوكب المريخ تاني يا حسن؟ امال اقول لك ايه بس؟ الله اقول لك ايه؟ ما هو ده اللي شاغلني فعلا يا جلال، ودي ما تشوفهاش على انها قضية معملية، دي قضية إنسانية. يعني يا حسن لو عاوز حاجة من الأرض يبقى لازم تسيبك من المريخ. افهم بقى. لا صعب، مش قادر. وإذا كنت مش شايف الأرض كويس اعتبرني يا سيدي نضارتك اللي بتشوف بيها. انت يا جلال ما يغركش يعني اني طيب وابن حلال، لا ده نصايع قوي وخبرة
وحريف. والله يعني هو ما يبانش عليك، بس ازاي؟ شاركني في تفكيري. ايه، هتعرف تطلعني مريخ؟ طب ما تنزل لي انت الارض، اسمع كلامي وخليني افكر معاك. من امتى يا سي جلال؟ من هنا ورايح. هجيب لك من الاخر، انا عاوز الحجر. بس كده؟ مش عاوز حاجة تاني؟ ايه، وهي سهلة للدرجة دي؟ واسهل من السهولة كلها. يعني ايه؟ يعني تعتبر الحجر ده تحت ايدك، بس ليا طلب عندك. يا سلام، اطلب. تكمل لي الالبوم. ألبوم يا جلال؟ كوكب الحب، كوكب الحب اللي طلباه مطربة الشباب مهرة. تاني يا جلال؟ اسمع بس. ما بلاش يا عم العشوائية العقلية اللي انت فيها دي. طب قبل ما تتزربن عليا، انت عاوز الحجر ولا مش عاوزه؟ عاوز الحجر. يبقى خلاص، الألبوم 10 أغاني، وعيش يا عبقري في كوكبك التاني زي ما انت عاوز. قلت ايه يا ولاسة؟ قول لي يا بدوي، فين صاحبك؟ أي صاحب تقصد؟ فأنا أصحابي كثير. بتاع الهوى حسن قلقاسة يقضي أجازته ما بين وحدته وبين كوكبه. هو لسه عايش في الكوكب ولا ايه؟ طب يا ريت تبلغه بالخبر السعيد. اسعدني يا ناظري وأثلج لي صدري وخاطري. قول لصاحبك قلقاسة إن الإدارة التعليمية لقت السلق شوية فرفضت تفرغه العلمي. وبكرة جاي وانا جاي معاه، وكلامي ده حقيقة علمية. مليون بيجي يوم تاني وراه، وده حال الكرة الأرضية. وبكرة جاي وانا جاي معاه، وكلامي ده حقيقة علمية. مليون بيجي يوم تاني وراه، وده حال الكرة الأرضية. همد ايدي لفوق في العالي، وجايز اشب كمان شوية. هوصل للكوكب اللي في خيالي، وحسبت لكم يجي كام نظرية. شارك بالتمثيل محمد عبد الحليم، محمد جبريل، عادل خلف، جلال الهجرسي، صفوت صبحي. التسجيل والمونتاج استوديوهات رايت ماركتينج. هندسة صوتية محمد عبد العظيم. مدير إنتاج يوسف الشربيني. إشراف فني رشا البنا. إنتاج رايت ماركتينج. قلقاسة في وكالة ناسا. تأليف محمود البزاوي. إخراج عبد المقصود محمد. وبكرة جاي وانا جاي معاه، وكلامي ده حقيقة علمية. مليون بيجي يوم تاني وراه، وده حال الكرة الأرضية. وده حال الكرة الأرضية. وده حال الكرة الأرضية.